السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي فترة مش بعمل فيديوهات، اعذروني مضغوطة شوية مع الاولاد كده. ادعوا لنا كده بتيسير حال وربنا ييسر لكم الحال جميعا. ولكم بالمثل في اي دعوة بتدعوا لنا كده، وادعوا لنا كده ربنا يدينا الصحة والعافية ويقوينا كلنا على شغل البيت وعلى كل حاجة، يعني ربنا يدينا الصحة والعافية جميعا. انا طبعا بقالي فتره كده نفسي في السردين، كنت كل ما اروح ادور على السردين ما الاقوش في السوق لانه سعره غلا، فمش كل الناس دلوقتي بتجيب السردين. فالصراحه لقيت السردين الصغير ده، بس ده بيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. انا جبته ب40 جنيه، بس الصراحه ده طعمه جميل جدا، صحي جدا، ومن الاكلات الجميله والله. احسن ما تجيبي علبه تونه تجيبي السردين ده، بيبقى طعمه حلو جدا. النهارده بقى هقول لكم هعمله ازاي بطريقه صحيه. لو انتي مثلا بتاكلي اكل صحي، لو انتي حابه تقللي من الدهون، النهارده ان شاء الله هنعمله كده في الفرن بطعمه جميل جدا جدا. هبدا اول حاجه اغسله. السردين ده مبيبقاش فيه قشور زي السردين الكبير، يعني مش بتحتاجي تنضفيه بالسكينه ولا حاجه. انتي يا دوبك بتغسليه كده، لما بتغسليه القشور بتاعته بتنزل خلاص. يا دوبك كده بتشطفيه والقشور بتاعته بتروح نازله خلاص. ببدا اشطفه كده كويس، اهم حاجه اشطفيه كويس وتسيبيه ينزل ميته كده. وبعد كده بقى هنبدا نتبله التتبيله التمام. طبعا من الاكلات الجميله قوي في لو انتي بتعملي اكل صحي خلاص. هنبدا بقى ايه بعد ما نغسله نسيبه يصفي كده، ونحضر بقى راس توم كده نقشرها ونبدا نتبله. انا هنا كنت خلاص صفيته اهو، وهبدا بقى إيه احضر التتبيله. عايزاكي دايما وانتي بتعملي اي اكله تذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. قولي سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله. عودي نفسك كده تذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. غسلنا السردين كويس كده زي ما انتم شايفين كده. بعد ما اغسله كويس هصفي منه الميه دي كده زي ما انتم شايفينها كده، صفيتها منه اهو. وهبدا بقى ايه احضر التتبيله. السردين بيحب الثوم، هجيب راس توم كده قشرتها اهو زي ما انتم شايفين كده، وهجيب شويه ملح كده وشويه من الكمون. لو عندك شطه حمراء وحابه تحطي حطي، انا مش بحط شطه حمراء عشان الاولاد. زي ما انتم شايفين كده. وحضرت معايا كم قرن من الشطه كده، وهحط كمان طماطم. دول بقى بيبقى طعمهم حاجه تانية خالص لما تحطيهم على السردين، بيتاكلوا كده بيبقى طعمهم جميل قوي وبيدوله طعم مختلف يعني. خلاص انا هنا حطيت الملح اهو. طبعا كميه الملح بتختلف حسب الكميه اللي انت عاملاها. انا هنا حطيت يعني يعتبر معلقه كبيره، وحطيت شويه من الكمون اهو. وهبدا بقى اقلب اعمل التتبيله دي، وهبدا احطها على السردين. هدق كده الثوم وهبدا احطه على ايه السردين خلاص. طبعا من السردين ده بحب اعمله انا في صواني الالومنيا كده زي اهالينا بتوع زمان. كان دايما يعملوا السردين ده في صينيه الالومنيا، بيبقى ليه طعم مختلف. يعني لو جربتيه في صينيه فال مش ما اعرفش ليه بحس ان هو مش زي طعمه في صينيه الالومنيا، ما اعرفش، هو حاجه تعود يعني. غسلته كده، وطبعا بعد ما اتصفى وجبت التتبيله كده وهشربه كل التتبيله. احنا بنحط له التتبيله كده على بعضه كده بيتشربها خلاص. احنا بنحطه كده وبعد كده بنرصه في صينيه بترصيه، وبعد كده بنحط عليه شويه من الزيت وتقطعي عليه طماطم وشطه. انا جبت الصينيه اهي، هبدا احطه طبعا في صينيه. طيب ايه المهم وانت بتحطيه في الصينيه؟ المهم ان هو يكون مش فوق بعضه، لانه لو فوق بعضه هتلاقيه ايه مش هيطيب، يعني حبه هتلاقيهم طريين وحبه هتلاقيهم ناشفين. لا احنا عايزينهم ياخدوا طيب واحد ويبقى كله طيب، لان السردين لما بتحطيه في النار بينزل زي ميه كده. فانتي كده هتبوظي السردين. لازم تحطيه ما يبقاش مليان كده زي ما انتوا شايفين. اللي انا عملته ده لقيته كده مايل الصينيه، فقلت احطه كده في صينيه واحده كده عشان اصفي الميه دي. وبعدين هجيب صينيه تانية كده بحيث ان هو يبقى كله بعمله هنا كده كله يشرب من التتبيله زي ما انتم شايفين كده. وهحطه في صينيه تانية بقى عشان ايه لازم يبقى مفرود، فاهمين؟ هجيب بقى صينيه تانية كده، هنقص كده وبحيث ان هو يبقى مفرود ما يبقاش فوق بعضه خلاص. ده الحاجات المهمه لما تيجي تعملي السردين. جبت صينيه اهو، هنقص الكميه اهو وهبدا احطها كده زي ما انتم شايفين كده اهو. بدات اخليه كده في الصينيه، افرده كده في الصينيه، اتاكد ان هو مش فوق بعضه، وافرده في الصينيه التانية كده. لو في اي حاجه زياده بحطها بحيث ان هو ما يبقاش ايه متكون فوق بعضه خلاص. هجيب بقى الطماطم والشطه وهبدا اقطعها عليه خلاص. جبت كده بقى ليه متاكد كده ان هو متبل كويس كله كده شرب التتبيله. هجيب بقى الطماطم والشطه واقطعها عليه اهو. جبت بقى كده الطماطم والشطه اهو، بدات اقطعها زي ما انتم شايفين كده. الشطه عايزه تقطعيها حلقات، عايزه تقطعيها بالنص زي ما انت بتحبي تقطعيها قطعي. الشطه دي احنا بناكلها كده مع السردين بيبقى طعمها حلو جدا جدا، بتشرب من التتبيله وبتدي السردين طعم حلو كمان اهو. حطيت بقى شطه، هقطع كمان طماطم زي ما انتم شايفين كده. قطعيها قطع، مش لازم تبقى كبيره قوي ولا صغيره قوي، هي بتطيب يعني متبقاش كبيره لما بتطيب خلاص. حطعت كده الطماطم عليه، بقى اعصر عليه رشه ليمون بعد ما تعمليه. واعمل بقى الصينيه التانية برضو احط عليها شويه من الشطه وشويه من الطماطم. حطيت الطماطم الاول كده وبعدين احط عليه الشطه.
انا عملت السردين معاكم قبل كده الكبير، بس انا المره دي حبيت اشجعكم. احنا كلنا بنعرف نطبخ، بس ممكن اعمل اكله فتشجعك تعمليها. ندون بعض افكار لبعض ان احنا نعمل اكلات. يعني احنا ساعات بنبقوا زهقانين مش عارفين نعمل اكله ايه، فاحنا بندي افكار لبعض. رشيت كده الليمون اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا اساسي في السردين تحطي عليه ليمون. خلاص كده جهزت الصينيتين، هرش عليهم رشه من الزيت. الزيت بس كده، رشه الزيت كده بس كده اهو، رشه خفيفه كده اهو عشان ما يلزقش في الصينيه. وخلي بالك ان هو عشان ما ينشفش حطيه في نص الصينيه، في نص الفرن عشان ما ينشفش. يعني ما تحطوش في القعر خالص، عشان لو حطيتيه في قعر الفرن هتلاقيه ينشف. احنا عايزينه ما يطلعش ناشف. هعمل جنبه بقى رز مدسوس. جبت كميه الرز اللي هعملها وهغسلها كويس. الرز لما تعمليه اغسليه كويس كده، بحيث تتاكدي ان الميه بتاعته نضيفه. يعني انتي بتغسليه كده تاكدي الميه بتاعته بتبقى بيضه. شايفين اللون كده؟ هي كده لسه ما نضافش، لحد ما تحسي ان الميه بتاعته بقت بيضه. هغسله كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. وجهزت البرام بقى اللي هعمله فيه، وهبدا احط الكميه في البرام. لو لقيتي اي حاجه طبعا هو نضيف، لو لقيتي حصى ولا حاجه شيليها. انا بكون منضفاه يعني اهو. جبت بقى البرام كده اهو، وهبدا بقى احط كده الرز، بصفي كده من الميه واحطه. احنا عايزين نحط الرز في نص البرام عشان نملاه نص ميه ونص وكميه الضعف التاني لبن. خلاص زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا كده ايه، وصل لنص. جبت اللبن كده وحطيته، وهزود الباقي ميه. مش لازم كله يبقى لبن ولا لازم كله يبقى ميه، احنا هنحط لبن على ميه اهو. حطيت شويه ملح كده، ورحت كده اجيب ميه من الفلتر اهي حطيتها، وهبدا ازوده كده بصوا بحيث ان هو ما يفرش في الفرن. خلاص حطيت كمان شويه من الملح كده، ظبطت الملح بتاعه وهحطه بقى في الفرن. كنت انا حطيت السردين في الفرن كان بدأ يغلي كده، هطلعه بقى هو فوق واحط الرز هو اللي تحت. زي ما انتم شايفين كده انا مش حاطاه مباشره على تحت، لان لو حطيتيه مباشره هينشف السردين. هينشف السردين عشان ما ينفعش يبقى لازق على الصاج على طول. خلاص طلعته كده فوق. بصوا هو كان غلوه كده، قلت اخليه فوق كده قبل ما احط الرز. بدأت ايه اشد بتاعي كده عشان احط الرز. الرز بقى بيحتاج ان هو تحطيه على الايه الصاجه اللي تحت عشان يطيب بسرعه. من الافضل ان انتي تسخني لبن، بس انا مسخنتش اللبن. الافضل ان تسخني اللبن عشان ايه، عشان يعني يعمل بسرعه. خلاص انا هنا بدات امسح اللبن كده عشان ما يعملش ريحه في الفرن. خلاص وهبدا ايه ادخله كده. خلاص وهسيبه بقى كده يطيب، واوريلكم بقى بعد ما طاب ان شاء الله. هنا بعد ما طلع من الفرن اهو، بص ما شاء الله السردين جميل جدا. ريحته جميله جدا وطعمه طيب وحلو قوي اهو. بصوا طيبه جميل جدا. من فوق مش ناشف ولا من تحت ناشف ولا حاجه، متظبط اهو. عملت بقى السردين كان طاب الاول، فطلعته بقى عشان ما ينشفش كده في الفرن، وسبت الرز يكمل طيابه. بصوا بوريهولكم من ناحيتين عشان تتاكدوا ان هو إيه مش ناشف ولا حاجه. هغطيه بقى كده لحد ما الرز ما يطيب، وهغرف الرز. هنا دخلت بصيت عليه يعني فتحت عليه، لقيته ايه ما طبش لسه. بصوا بتحطي كده المعلقه وتشوفي، لقيته لسه ما طبش كده، كان لسه يعني سنه. فقلت بقى احط عليه السمنه واسيبه يتشرب. حطيت عليه معلقتين كده من السمنه البلدي، وسبته بقى في الفرن كده ما قعدش 10 دقايق وكان طاب. اكله سهله من الاكلات الحلوه اللي بنحبها، الاولاد كمان بيحبوها. اعملوها كده وتشجعوا كده. واحب اقول لكم بقى تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، ودعمونا كده عشان يوصلكم كل جديد. ومتنسوناش كده من صالح دعائكم. واقول لكم بقى تنزلونا ان شاء الله في فيديوهات جديده، هتشوفوا بقى نهايه الاكله كده باذن الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقول لكم بقى يلا مع السلامه.